تعال احكي لك حكايه نوكيا في 60 ثانيه بس. فاكر لما كنا بنقيس الموبايلات بعمر البطاريه مش بعدد الكاميرات؟ في اوائل الالفينات نوكيا كانت في قمه النجاح، وابتكرت نظام تشغيل خاص بيها وكان متفوق جدا في وقت. واكتر حاجه نوكيا كانت معروفه بيها البطاريه اللي كانت ممكن تقعد اسبوع كامل من غير ما تشحن. نوكيا نزلت موبايلات كتير عمرنا ما هننساها: 1011، 2010، 3310، 6100، 6610، ال N73، الاشا 303. اجهزه كتير جدا. ووقتها نوكيا كانت مميزه جدا بالتصميمات بتاعتها، زي الدمعه، زي السلايدر، زي الفولد. تخيل ان نوكيا هي اول شركه عملت الفولد قبل ما يبقى ترند. لكن مع الوقت للاسف ظهر المنافسين الكبار ابل وسامسونج، ومعاهم انظمه تشغيل مختلفه، ونوكيا للاسف ما قدرتش تواكب التطور الرهيب ده، فجربت تدخل السوق بسوفت وير مايكروسوفت، بس برضه مفيش فايده، وبدات تخرج من الصوره تدريجيا. ناس كتير بتقول ان سامسونج خدت مكانها، وده حقيقي، بس مهما حصل نوكيا هتفضل جزء كبير من ذكرياتنا. وعلى فكره اول موبايل امسكه كان اشا 303، كان شبه البلاك بيري كده، وكنت حاسس اني ماسك حاجه جامده جدا. اشوفكم الفيديو الجاي.